الاخوان ان شاء الله غنقرب لكم مدينه مازاغان الجديده ان شاء الله، كيف ما العاده كيف ما ولف لكم اخوكم عبد الله القدودي ان شاء الله في هذه الجميله ان شاء الله. على قول الله اكبر غندير واحد الجوله خفيفه في مدينه مازاغان، مدينه الجديده، القصر البرتغالي هذا. إذن الإخوان حنا في مدخل مدينة مازاغان، مدينة الجديدة، المدينة الساحلية الرائعة اللي كيقصدها واحد العدد كبير ديال السياحة الداخلية، وفي المرتبة الأولى المراكشيين والنواحي لأنها قريبة لمراكش، ثانيا أنه رخيصة في متناول العائلات المراكشية من أكل ومن كراء الشقق الإخوان. يعني مازاغان أو لا الجديدة ماشي بحالها بحال واحد العدد المدن المغربية الساحلية اللي كنلقاو الأثمنة ديال الشقق كيرتفع فيها في الصيف والمأكولات وجميع الأشياء، ولكن الجديدة كتبقى ملتزمه في الثمن ديالها بحال الصيف بحال الخريف بحال الشتاء، الا كاع كاينه الزياده، كتكون واحد الزياده بسيطه ماشي مرتفعه صاروخيه الاخوان. داكشي علاش كيفضلوها المراكشيين اكثر على المدن الساحليه القريبه لمراكش بحال الصويره واكادير، لان حتى اكادير كتكون ممتلئه، كتكون عامره بزاف الشواطئ الشماليه والجنوبيه، الشواطئ المدينه اكادير. داكشي علاش المراكشيين البعض فيهم ما كيبغيوش داك الزحام وداك السيركيلاسيون اللي خلاو في مراكش، بغاو يبدلوا داك الصداع وداك الروتين اليومي اللي كيكون عندهم في المدينه، يبدلوه مدينه اللي ما فيهاش بزاف الصداع وما فيهش بزاف السيركيلاسيون وما فيهش البوتياج بحال الجديده. اما بالنسبه للصويره كتكون بارده اكثر، يعني معروفه بمدينه الرياح. مراكشيين ما كيبغيوش داك البرد، داكشي علاش انه طيله السنه كيعيشوا ديك البروديه اللي كتعطيهم الثلوج اللي كطيح في الجبال قريبه من مدينه مراكش. داكشي علاش بغاو يبدلوا المدن اللي فيها السخونيه اكثر بحال مدينه الجديده. الدار البيضاء حتى هي، ولكن الدار البيضاء حتى هي بحال اكادير كتكون ممتلئه عامره السيركيلاسيون. بغاو يبدلوا المدينه ديالهم الكبيره، لان مدينه مراكش من المدن الكبيره بحال اكادير، الدار البيضاء، طنجة والمدن الاخرى الساحليه. اما بالنسبه للجديده الصغيره ورخيصه وكلشي كيتوفر وكلشي متوفر في هذه المدينه الرائعه، ومدينه يعني ما كتعرفش داك الارتفاع الصاروخي. داكشي علاش كيفضلوها المراكشيين اكثر على المدن الساحليه الاخرى. نديروا واحد الجوله الاخوان في هذه المدينه الرائعه الجميله عاصمه دكاله. هذا الاخوان شاطئ الجديده اللي واحد العدد كبير ديال المراكشيين. علاش؟ انه بكل صراحه شاطئ جديده نظيف ونقي. ثانيا ليبارتمون يعني الارخص هنا عوض مدينه اكادير ومدينه الصويره والمدن الساحليه الاخوان. هنا ممكن تلقى فيه بارتمان ب 4000 ريال في النهار، 3000 ريال على حساب سميتو في هاد الوقيته. اما بعض المدن الاخرى راه ما كاين غير 6000 الفوق، 10000 12000. داكشي علاش كيقصدوه واحد العدد كبير ديال المراكشيين الاخوان، حتى البيضاء راه كيجيو لهاد الشاطئ لانه نظيف ونقي ومدينه ساحليه وجميله الاخوان. كذلك انه الجو ديالها معتدل الاخوان. اذا شاطئ الجديده الرائعه، وهذيك ميناء مدينه الجديده مازاغان. بارك الله في الشاطئ هادي الاخوان. المصطفين هنا راه كاينين المراكشيين في الدرجه الاولى عاد التكاليين. مدينه الجديده الاخوان، مازاغان الجديده. نمشيو نشوفوا قصر البرتغال. هذا السور ديال البرتغال الاخوان، عفوا السور ديال الجديده اللي خلاتو البرتغال، قصر البرتغال. الجديده والاسوار ديالها الاخوان بارك الله. واحد العدد كبير د المدن المغربيه وعندها
الاسوار ديالها الرائعه الجميله. هذا طلبوا الحجره الاخوان باش تبنى. يا سلام، المدينه البرتغاليه الاخوان، المحصنه بارك الله. ندخلوا شوفوا الجماليه ديال المدينه القديمه. المدينه البرتغاليه برتقيز. يا سلام على مدينه مازاغان، المدينه القديمه ديال الجديده الاخوان مازاغان. مآثير تاريخيه. الشيء اللي خلات البرتغال هنا الاخوان، هذا واحد الجامع بحال اشبيليه. شوف الشكل ديالو كانه مسجد الاشبيليه، كيشبه الاشبيليه. المدن المغربيه العتيقه الاخوان عندها تاريخ. مازاغان. محمد، شنو مدينه هذه؟ لا، قاصر البرتغال. مدينه شنو سميتها؟ ها؟ شنو سميت المدينه؟ علاش ما قلتيهاش من قبيله؟ مازاغان، هذا قاصر البرتغال. يعني كلشي هاد الشيء، هاد البنايات عندها التاريخ عريقه الاخوان. هذا قاصر البرتغالي، القاصر البرتغالي. البنايات العتيقه ديال الجديده هي هذه، قصر البرتغال الاخوان. وهذا شوفوا الجماليه ديال هذا القصر البرتغالي، عنده واحد التاريخ عريق الاخوان ومطل على البحر. نجي نطلعوا هنا باش نطلعوا نشوفوا البحر. ها هو الاخوان، شوفوا البحر على المرسى. ان شاء الله حتى الدراري كيعوموا هنا في المرسى. ها هما كيعوموا الدراري هنا في المرسى. يعني الاسوار، التاريخ والعراقه. بارك الله. اللي بنات هاد الاسوار مشاو ميتين ولاو اطربه، حتى العظام ما بقاوش، ولكن الصور ها هو باقي الاخوان. البنايات القديمه ومدينه مدينه برتغاليه الاخوان، يعني قصر البرتغالي. يا سلام على المآثير التاريخيه الاخوان. هادشي عنده تاريخ عريق، واحد التاريخ لا مثيل له، لا مثيل له. القلعه البرتغاليه، الاسوار، الابراج الخارجيه، الابواب والخندق المائي، الاسوار والابراج، سير الى اخره. قلعه بسير وابراج فخم ومفاتيح يحمل كل منها سماء خاصه. اذا هذا الشيء اللي غتبارطاجي، يعني اللي غديروا له زوم وتاخذوا المعلومات هنايا من اصلاحات والترميمات. يعني تعودوا كاين الاصلاحات والترميمات، لولا الاصلاحات والترميمات راه ما غاديش يبقى بحال ما هكا متجاورتين مع الوان حجريه باللغه البرتغاليه. تؤرخ لتاسيس القلعه في عام 1541. التاريخ يعني شوف حنا في 2026، يعني اكثر من يعني تقريبا 600 سنه اللي داز على هذه القلعه البرتغاليه. 600 سنه. هاد النخله الله اعلم بشحال من عام وهي لايحه هنا بالجذور. شوف هنا فاش كتكون الحراسه الاخوان. بسم الله. هنا خاص الحراسه انذاك. هاد الباب كيشوف هنا، ها هو، وهاد الشرجمه كيشوف هنا. هنا كتكون فيه السلاح، وهذا الشرجمه كيشوف هنا حتى هو.
هنا خاص الاسلحه. وهذا الشجم كيشوف هذا الاتجاه، كل الشجم والاتجاه لاش كيشوف، والتمكن الاسلحه ها هو. الدراري كيعوموا هنا، هذه المرسى المينا كيعوموا هنا. ربما هما عارفين ولاد جديده، ربما ما غرقش، ولا الا غرق كاع هما راه كيعرفوا يعوموا. فين كيطلعوا مثلا، ها فين كيطلع هذاك راه عارفين فين يطلعوا. حتى البنات كاينين هنا الاخوان، حتى البنات هادو كيعرفوا يعوموا صراحه. قال هادو عوامين كيعرفوا يعوموا الاخوان. واحد البنت واقيلا تلاح، واحد الدري وهالبنت حتى هما كيتلاحوا كاملين. نشوف لا البنت تراجعات، لا البنت هي لابسه الحمر. فهمتي؟ ندير زوم ها زوم، ها الولد ها هو راه كيرجع اللور. شوفوا الطريقه باش يزيد، ولكن تراجع في الاخير. ربما خايف نشوفوا الثاني، ها هو رجع عاود رجع. شوفوا هذا اللي لابس الكحل، ها هو هذا دابا زعم. برافو عليه. قبيله كان شدات واحد الطريس، هذيك ستريس مشات ليه، هذا مول الكحل. نشوفوا حتى هو الطريقه. حتى البنت الساير، شوف كاينين البنات وكاينين الدراري، برافو عليهم. الطريقه هذاك اللي لابس الكحل. زيد واحد جوج ثلاثه، هو زيد برافو عليه. الدراري عارفين هنا بينا الغرق ديالو، عارفين فين يعوموا، عارفين البلاصه اللي خطيره. ولاد جديده الدكاليين هادو الدكاليين عارفين الطريقه وعارفين فين غيعوموا. بارك الله. والجو هنا رائع صراحه. قال الجو هنا يا سلام، والله الجو هنا يا سلام الجو هنا. هذه المقاهي ديال المرسى، هادو المرسى اخويا الاخوان، الميناء السير البحري ديال جديده. جو يا سلام رائع، بارد نيت. واخا حنا في عز ايام الصيف، ولكن جديده عاصمه الدكاله لقيناها بارده. نعاود نطلعوا نكتشفوا شنو كاين هنايا. المدافع الاخوان عند هذا، واه عاودوا نطلعوا لهذا السطح باش تبان لينا جديده اكثر. مازاغان، عرفتي شحال المدافع هنايا، مدافع نيت في المستوى. هذا صافي عيا، هذا عيا. مدينة الجديدة، هذا صافي عيا. هذا الترس ولدي خصو يصلحوه، خاصو الإصلاح. هنا كيطل المرسى مباشرة لميناء مدينة الجديدة. الدراري كيعوموا هنا في المرسى، ربما عارفين بأنه هنا راه الخطورة ديالو ناقصة. هاد الباخرة كندية، ربما جات من كندا على ما أظن. بان لي العالم الكندي راه جاية من كندا الإخوان. هذا الرحال البحاري هذا، الله أعلم شحال من دولة زار. بارك الله. يعني المدن المغربية يا سلام، الرونقية والجمالية. كل مدينة كتنسيك بالمدينة، كل مدينة كتعطيك الجمالية ديالها. بارك الله. من طنجة حتى لكويرة، وكل مدينة والجمالية والخصوصيات ديالها في الأكل، في الملابس، في الشوارع، في المناظر، في واحد العدد كبير، واحد العدد ولا واحد العدد كبير الاخوان. والفرق كبير بين مدينه ومدينه الاخوان، حتى في الطبع، حتى في الطريقه ديال الاكل والملابس والثقافه. اذا اخوكم عبد الله كزما بقى يقول لكم الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.